السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، سأعلن شهادتي لأسرتي. اسم عمر يوسف من مدينة كاشغر بتركستان الشرقية. هذا أخي محمد أمين يوسف، وهذه أختي ريحان يوسف. هما سافرا إلى مصر وتركيا للسياحة في شهر يونيو 2016، ثم عاد إلى تركستان الشرقية. أختي رسالة يوسف لم تسافر إلى أي بلد ولم تفعل شيئا ضد الحكومة الصينية. حصلت على الخبر بأنهم اعتقلوا في أواخر الشهر أبريل 2017. هذا أبي يوسف وشر، وهذه أمي أمنجل عبد القادر. هل هما في المعسكرات نازية أم في السجن أم حيا؟ لا أعرف عنهم شيئا. وأختي مريم يوسف لا أعرف أحوالها، لديهم 11 ولدا. أين هم؟ أين يعيشون؟ ما يراقبهم؟ ما حصلت خبرا. لا يمكن تواصل معهم منذ أكثر من 2.5 سنين. أطلب من الحكومة الصينية أن تطلق سراح أسرتي فورا وجميع التركستانيين. أرجو من جميع المنظمات والأمم المتحدة أن يساعدوا شعبنا المظلوم في وطننا وأن يكونوا وسيلة لتخلصهم من الظلم سريعا. ملايين المسلمين في تركستان الشرقية يحتجزون في المعسكرات النازية ويخضعون للتعذيب وغسل الدماغ. الآن لا نستطيع أن نفعل شيئا مهما، ولكن نستطيع أن نعلن جرائم الصين. الصين عدو للعالم الإنسانية. الرجاء لا تنسوا المسلمين في تركستان الشرقية المحتلة ولا بدعائكم. أرجو أن تنشروا هذا الفيديو إلى كل العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.